طب يا ترى ايه الحل وايه الاستراتيجيات اللي نعرف نشتغل بيها لكل قوة او كل وحش عشان نقدر نلعب اللعبة دي معاهم؟ اول مشكلة شدة المنافسة. المشكلة ان السوق زحمة والمنافسين بيشدوا الزباين منك. الحل بسيط، انك تتميز وانك تبدأ تربط الزباين دول بيك، تبدأ تخليهم عندهم ولاء. ده ممكن يحصل عن طريق اول حاجة انك تعمل كاستمر لويالتي بروجرام، زي برنامج الولاء بتاع ستاربكس اللي بيخلي العميل كل ما بيشتري حاجة بيكسب نقط، ومع الوقت ممكن يبدل النقط دي بحاجة ياكلها او يشربها. هو العميل هنا عايز يفضل معاك عشان يستفيد كمان، هو حابب المنتج بتاعك وكمان عايز يستفيد. او انك تقدم ميزة فريدة يونيك سيلينج بريبوزيشن. اسأل نفسك ايه اللي انا بعمله ومحدش تاني حواليا بيعرف يعمله زيي، او انا مختلف عنهم فيه. زي مثلا لو عندك مطعم بيتزا، ممكن انت تكون بتعمل البيتزا بتاعتك ب100% مكونات عضوية، بينما كل اللي حواليك لا. ميزة ممكن تشتغل عليها تميزك عن اللي حواليك. او انك بتقدم اسرع دليفري في المنطقة، الميزات دي بتقلل المنافسة عليك. او انك يبقى عندك خدمة عملاء ما حصلتش، زي شركة زابوس اللي كانوا بيقدموا شحن مجاني، تشتري اي حاجة انت عايزها ورجع اي حاجة انت عايزها لمدة توصل لسنة كاملة. ده بيخلي الزبون يثق فيهم ويكمل معاهم. تاني وحش او تاني خطر هو المنافسين الجداد. المشكلة ان اي حد ممكن يفتح مشروع زي اللي انت فاتحه، اي حد يقدر يدخل اللعبة بسهولة. الحل انك تبدأ تبني حواجز، لانه اي حد يقدر يدخل نفس اللعبة بتاعتك. ده ممكن يحصل عن طريق انك تبني علامتك التجارية انها تكون قوية، او بيسموها البراند ايكويتي. لما علامتك التجارية تبقى جامدة وتبقى قوية، صعب ان اي حد يدخل يلعب معاك في نفس الجيم بتاعك. موبايلات ايفون، قوة العلامة التجارية هنا مش بس مجرد اسم، دي ثقة وراها سنين طويلة. نقطة تانية تساعدك انك تقلل الداخلين الجدد عن طريق التحكم في التكاليف والانتاج بكميات كبيرة. احنا عارفين ان كل ما انتجت كميات اكتر، كل ما اليونت كوست او سعر الوحدة بيقل، فبالتالي لو حد هيدخل تاني السوق هيبقى الكوست عليه عالي الا لو وصل لنفس الانتاج الكبير اللي انت بتنتجه. فانك تبقى بتنتج كتير وبتبيع كتير، ساعتها انت عندك ميزة صعب قوي حد يقدر يدخل يلعب معاك اللعبة بتاعتك. ثالث نقطة، ودي مش كل الناس تقدر تشتغل فيها، هي براءات الاختراع والملكية الفكرية. زي طبعا لو عندك منتج فريد او اختراع انت لسه عامله وبتبيعه، زي شركات الادوية. اي دواء بينزل جديد بيتعمل له حاجة اسمها بيتنسي. البيتنسي دي معناها انه محدش يقدر ينزل نفس الدواء لمدة معينة بتصل ل10 سنين و20 سنة. المدة دي الشركة بتبيع المستحضر ده لوحدها في السوق. ده بيخلي محدش يقدر يدخل تاني معاها يزاحمها في نفس السوق. ثالث قوة هي القوة التفاوضية للمشترين، الناس اللي بتشتري وقوتهم. المشكلة هنا ان العميل بيقدر يضغط عليك عشان ياخد خصم او ياخد ميزة اعلى. الحل هنا انك تزود تكلفة التحول. يعني ايه تكلفة التحول؟ تكلفة التحول يعني الناس بتشتري المنتج بتاعك، فبكرة الصبح قرروا يشتروا المنتج التاني. التحول هنا سهل جدا. طب لو تخيلنا ان المنتج بتاعك ليه اكسسوارز معينة بتركب عليه، صعب قوي يغير للمنتج المنافس، لانه هيضطر يشتري كل حاجة وكل الاكسسوارز دي للمنتج المنافس، فبالتالي هيكمل معاك. دي اسمها تكلفة التحول. طب ده نعمله ازاي؟ عن طريق انك تخلي العميل عشان ينقل من عندك لشركة تانية. الموضوع صعب ومكلف، ممكن يكون مش مكلف فلوس بس ممكن يكون مكلف وقت، مكلف مجهود. زي برامج شركات المحاسبة الصغيرة، بمجرد ان انت تبدأ تشتغل مع الشركة دي بتبقى حطيت كل البيانات بتاعتك على السيستم بتاعهم. بيبقى فكرة ان انت تنقل من مكان لبروجرام تاني بيبقى الموضوع صعب، لانه هياخد وقت وهياخد مجهود، وممكن لا قدر الله داتا تضيع. فانت unless ان في مشكلة مش هتحاول تغير. او انك تكون بتعمل حاجة محدش غيرك بيعملها، ساعتها المشتري او الزباين مش هيبقى عندهم الباور ان هم ينهدوا معاك في السعر. زي مثلا سبيس اكس، مفيش ناس كتير بتلعب في الحتة بتاعت سبيس اكس اللي هي خدمات اطلاق
الصواريخ، فبالتالي سبيس اكس بيحط السعر اللي عايزه. ثالث حاجه ممكن تساعدك هي فكره الباندلنج، انك تقدم بندل او مجموعه من الحاجات مع بعض في عرض واحد. ده بيخلي العميل بياخد قيمه اكبر مقابل السعر، ودي بنلاقيها كتير جدا، انه تلاقي مثلا اشتري ده مع ده مع ده بسعر مخفض. البندل ده بيخلي الناس تشتريه وتكمل عليه. 4. القوة التفاوضية للموردين. المشكلة ان الموردين بيتحكموا في السعر او الجودة بتاعة المواد الخام او الحاجة اللي بتشتريها. الحل انك تقلل، انك تكون معتمد على مورد واحد بس. ده ممكن يحصل عن طريق الدمج الرأسي، اللي هو ايه ده مش فاهم يعني، بيسموه vertical integration. لما تكون انت واخد سلسلة التوريد من اولها لاخرها، زي شركة زارا بتصمم وبتصنع وبتبيع منتجاتها بنفسها، كل السبلاي تشين من اولها لاخرها هم المتحكمين فيها. ده خلاها بتتحكم بالكامل في الجودة، في الوقت، في السعر، ان هم كل حاجة تحت ايدك. طب انت مش هتقدر تعمل الموضوع ده، مش هتقدر تاخد الموضوع انه من اوله لاخره يبقى معاك، يبقى لازم تنوع الموردين بتوعك، يبقى عندك كذا مورد لنفس الحاجة وتشتغل معاهم كلهم، علشان لو واحد على السعر عليك تعرف تروح للتاني. ثالث حاجة انك ممكن تعمل علاقات استراتيجية طويلة الامد، بدل ما تكون انت والمورد شريك وعميل، تعملوا لونج تيرم بارتنرشيب. خلي المورد بتاعك شريك ليك، لما انت تكسب هو يكسب، فهو يبقى عايز يكمل معاك، فما يغليش عليك وما يضغطش عليك في الاسعار. زي شركة تويوتا معروفة جدا ببناء شراكات استراتيجية وعلاقات قوية طويلة الامد مع الموردين بتوعها. رقم 5 اخر حاجة هي خطر المنتجات البديلة. المشكلة ان في منتج تاني بيحل نفس المشكلة بس بطريقة مختلفة وبسعر ارخص. الحل ان يبقى عندك قيمة مضافة، البديل اللي هيدخل السوق ما يقدرش يضيفها او ما يقدرش يعمل زيها. ده ممكن يحصل عن طريق التميز. خلينا نرجع للمثال اللي قلناه اللي هو بتاع كانفا. دلوقتي كانفا انت ممكن فعلا يخليك تعمل ديزاين جميل جدا وحلو جدا وببلاش كمان، بس السؤال هل الديزاينر او شركات التصميم هي بس بتديك تصميم، ولا بتديك استراتيجية، بتديك فكر، بتديك قصة كاملة اكتر ما هو تصميم؟ هنا هو ده الفرق اللي بين كانفا وبين شركة او مصمم جرافيك. وما ننساش ان وقتك دي حاجة هتفرق معاك، فالمصمم بيوفر عليك وقت كمان. تاني حاجة الابتكار المستمر، ما توقفش تطوير منتجك. نتفليكس فهمت الكلام ده وبدأت تطور نفسها، فهمت انه خطر الكابل التلفزيون والدش والكلام ده، فبدأت دايما تطور نفسها وبدأت تنتج هي افلامها عشان ما يبقاش في حد في السوق عنده زي ما هي عندها. الابتكار ده خلى عندهم ميزة تنافسية محدش يقدر يلعب معاهم. ثالث حاجة التثقيف والتوعية. ابدأ اعرف العميل بتاعك ايه مميزاتك، ابدأ اعرف العميل بتاعك انت ايه اللي بتقدمه مختلف، ايه اللي بتقدمه ما يخليش حد يقدر يدخل يلعب معاك حتى لو مختلف تماما. زي لو بتبيع كاميرا، ابدأ اشرح له ان الكاميرا الاحترافية مختلفة عن كاميرا الموبايل في 1 2 3، انك ممكن تقدر تغير العدسة، ان فيها حاجة اسمها ابريتشر ان ساعتها صعب الموبايل يبدل الكاميرا. طب الكلام النظري الحلو اللي قلناه ده يا عم نترجمه ازاي بقى؟ نستفيد بيه في شغلنا؟ رغي 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 رغي. هنعمل ايه بقى بعد كل القصة دي؟ قبل ما تطلق اي حملة او تبدأ اي مشروع لازم تكون عارف ودارس ايه القوة اللي بتأثر عليك وايه المميزات بتاعتك. هناخد مثالين بسرعة كده عشان نعرف الموضوع. المثال الاولاني هو نتفليكس. لما نتفليكس ظهرت في الاول خالص ما كانتش بس بتنافس الناس تشوف الافلام زي هولو، دي كانت كمان بتنافس الكابل التلفزيون والدش، وكمان كانت بتواجه ان اي حد بكره الصبح ممكن ينزل منافس زي ديزني بلس. نتفليكس نجحت لانها فهمت كل القوة دي، وفهمت انها لازم تستثمر في المحتوى الاصلي بتاعها، هو ده اللي هيفرقها عن كل اللي حواليها زي ما اتكلمنا من شوية. بالمناسبة في الاول خالص قلنا ان بلوك باستر ماتت، بس بلوك باستر اول ما نتفليكس طلعت كانوا بيتريقوا عليها، بيقولوا ايه الشركة دي شركة تعبانة وهتقوم موت. بس اللي حصل ان بلوك باستر هي اللي ماتت ونتفليكس دلوقتي متربعة. مثل تاني هو شوبيفاي. شوبيفاي من الشركات اللي فهمت القوة دي بذكاء. هي مش بتنافس منصات التجارة الإلكترونية الموجودة، دي بتدي التاجر قوة تفاوض أكبر قدام الموردين.
بين قوسين شركات الشحن، لأنها بتوفر له قنوات مختلفة، وكمان بتقلل من قوة المنتجات البديلة. الخلاصة، القصة مش منتج حلو وخلاص، القصة قصة السوق اللي انت فيه. لو فهمت القوة دي هتعرف ليه بيزنس بيكسب وليه بيزنس بيقع ويفلس. فكر فيها بجد، منتجك احسن منتج في السوق، احسن منتج في العالم، بس دايما السوق اقوى. افهم السوق تنجح حتى لو انت مش الافضل. بدل ما يكون فريق العمل بتاعك بيشتغل رد فعل اللي بيحصل من السوق، خلي الفريق بتاعك يفكر تفكير استراتيجي ويبدأ يفهم السوق ويشتغل على أساسه. زي ما قال مايكل بورتر بنفسه، جوهر الصياغة الاستراتيجية هو التعامل مع المنافسة.